لو حاسس إن دماغك مش صافية، مش قادر تركز، مفيش وضوح في حياتك، المشكلة بتتلخص في حاجة واحدة بس: الإشباع اللحظي. كل الحاجات اللي بتديك متعة لحظية، متعة سريعة بدون مجهود، تسرق منك الوضوح والتركيز. الجيمز، السوشيال ميديا، الفاست فود، الأخبار المزعجة، كل ده بيسجنك في دايرة من الإشباع اللحظي. كل ما تعتمد أكتر على المتعة السريعة دي، كل ما الأبواب هتتقفل أكتر قدام. كلنا دايما بنقول وبنية صافية: خد بالك مني عشان أخد بالي منك، صح؟ بس أنا عرفت بعد فترة قد إيه إن الجملة دي غلط. الحقيقة إنك لازم تعتني بنفسك الأول عشان تقدر تساعدني لما احتاجك. أفضل حاجة أقدر أقدمها لأي حد في حياتي هو إني أطور من نفسي عشانه، مش إني أضحي من نفسي عشانه. فأنا لو بقيت 10 مرات أذكى هقدر أساعدك أكتر، ولو بقيت 10 مرات أقوى هقدر أقف جنب منك وأبقى سند حقيقي، ولو بقيت 10 مرات أفضل، وجودي في حياتك هيبقى ليه قيمة كبيرة أكبر بكتير من النهاردة. يعني حتى لما بتبقى مسافر في الطيارة، الطيار بيقول لك إيه؟ البس قناعك الأول وبعدين ساعد اللي جنبك. ودي مش أنانية، دي ضرورة، لأنك لو مخنوق مش هتعرف تساعد اللي حوالين منك، مش هتقدر تساعد حد أصلا. ففكر فيها، إزاي علاقاتك هتتغير لو بدأت ترفع من كاريزميتك أو جاذبيتك. أول حاجة، ركز على حاجة واحدة بس في أي لحظة. لما تيجي تاكل، كل. لما تيجي تسمع، ركز واسمع. تاني حاجة، خد قراراتك والتزم بيها، ما تبقاش متردد طول الوقت، خليك واضح ثابت. ده هيدي انطباع للناس بالقوة والمسؤولية. تالت حاجة، اسمع كويس قبل ما تتكلم. الكاريزما الحقيقية إنك تكون مستمع شاطر. الناس بتحب اللي بيستمع لهم بتركيز أكتر من اللي بيلبلب كلام طول الوقت. رابع حاجة، اتكلم بالراحة واتحرك بهدوء. الناس الجذابة عندهم ثقة، بيتكلموا ويتحركوا بهدوء وثبات. اللي يخليك تعمل كده وبدون مجهود هو إن يكون عندك من جوه سلام داخلي، لأن اللي عنده سلام داخلي عنده كاريزما طبيعية. جرب التعديلات دي. لو عايز حاجة تتغير، لازم أنت اللي تتغير الأول. المستقبل مش بيتحدد بالأحداث اللي بتحصل حوالين مننا، لكن بتفاعلنا إحنا مع اللي بيحصل. فأنت اللي بتقرر تاخد خطوة قدام ولا تفضل في مكانك. كل اللي أنت محتاجه بس تغيير بسيط في الاتجاه. خطوة صغيرة النهاردة ممكن تخليك في مكان مختلف تماماً بعد 2 أو 3. وما تعيش في الماضي، وما تسرحش كتير برضه في المستقبل. خليك في الحاضر، عيش اللحظة. ليه؟ لأن اللحظة اللي بتعيش فيها دلوقتي هي اللحظة الوحيدة اللي تقدر إن أنت تتحكم فيها. لازم يبقى عندك هدف، ولازم يبقى عندك حاجة عايز تحققها في المستقبل، جميل. بس وقت التنفيذ لازم تركز بالكامل على اللي بتعمله، لأن ده هيحسسك بالإنجاز وبالوضوح وبنوع من الحرية كمان. وهنا بتبقى في أفضل حال للتحكم في نفسك والسيطرة عليها.